مشاهد تحبس الأنفاس واستنفار بري وجوي كبير كيشهدوا شرق الجزائر هذا الصباح. شهدت ولاية ميلا اندلاع حريق غابات واسع النطاق ومرعب، أتى على مساحات معتبرة من الغطاء الغابي والأحراش، تزامنا مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب. وفور تلقي البلاغ تدخلت مصالح الحماية المدنية مدعومة بأعوان محافظة الغابات، حيث تم تسخير فرق الإطفاء والآليات البرية إلى جانب الوسائل الجوية لتطويق النيران ومنع وصولها للمناطق السكنية والأراضي الفلاحية. العمليات متواصلة على مدار الساعة في ظروف ميدانية صعبة، وتتضح عواقب السلطات حيوانات حرق وأي حاجة كان منها من جهة حرقت. نسيت كم حاجه المفروض الكبرى هاي النار راهي لحقت للطريق قالها واحد 5 دقائق. شوفوا خلي الشناره هذيك فوق 5 دقائق 5 دقائق 5 دقائق دوك شوفوا كيف طابت الطريق. قلوبنا ودعواتنا بالسلامه واللطف للاشقاء في الجزائر، وشاركونا دعواتكم وتضامنكم في التعليقات، ما تنسوش لايك والاشتراك. ما سهلش. النار راهي لحقت الفرفور، اللي عنده سيتيرنا اللي عنده تراكتير معاه الماء ولا عفسه يجي، خاطر النار هنا لحقت الفرفور بيعاون رجال الحمايه المدنيه وجماعه الغابات. بارك الله فيكم وربي يجازيكم. هاي لحقت والله